بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فيديو مطلوب للصف الثاني الثانوي. الباب الاولاني متداخلات كتيره، كل الدوال، مجال، مدى، طراد، نوع. فتعالوا واحده واحده كده، واحده واحده. ناخد اول حاجه داله كثيره حدود زي الداله دي تربع. كل انسان له بدايه، حتى الداله ليها بدايه. يعني الداله دي يا ترى هتبدا من فين؟ يعني احنا هنقول هتبدا من عند نقطه الاصل. ليه؟ لان انت لو انت خدت السين دي وسويتها بالصفر يبقى الصاد هتساوي صفر، يبقى راس المنحنى هتبقى س وصاد تبقى صفر وصفر. يعني دي راس المنحنى؟ ايوه. طيب هتبدا الداله تزيد هنا، هتعوض بواحد يبقى واحد، اتنين تبقى اربعه، وهي ماشيه كده. يبقى نتفق ان الربع الاولاني في الدوال كثيرات الحدود تزايديه ما لم يذكر خلاف ذلك. لو رجعنا للخلف هتبص تلاقيها تتناقص الى سالب ما لا نهايه. جميل. يبقى الربع الثاني هيبقى تناقص. يبقى اول شيء جبنا الاضطراد اللي هو التزايد. يبقى الداله دي هتبقى التزايد من صفر مفتوح الى ما لا نهايه اهو. وهتبقى تناقص بس نكتب الصغير الاول من سالب ما لا صفر. جميل جدا. طب المدى ايه المدى ده؟ المدى بتاع الداله ماشيه منين؟ بدات منين؟ المحطه كانت واقفه فين؟ كانت واقفه عند الصفر، وده انا ماشيه طوالي الى ما لا نهايه. يبقى كده نقدر نقول ان المدى من صفر مغلق لعند ما لا نهايه. جميل. فاضل حاجه اسمها النوع، نوع الداله. يا ترى نوع الداله دي زوجيه ولا فرديه؟ ادام متماثله حوالين محور الصادات، ادام هذا المحور محور تماثل، يبقى الداله داله زوجيه لانها متماثله حوالين محور الصادات. العين كده حلوين؟ العين كده حلوين. طيب نشيل الداله ونقول لو حصل فيه ازاحه. يعني لو حصل فيه ازاحه للداله زي ايه مثلا؟ يعني مثلا الداله دي مثلا لو كانت س تربيع ناقص واحد او زائد واحد، هل هتختلف؟ هو راس المنحنى اللي هيختلف فقط. يعني انت هتاخد السين اللي هي تحت التربيع يساوي الصفر، هيبقى لك الازاحه. يبقى الداله دي هتقف على المحاور عند النقطه صفر وسالب واحد هنا. يبقى معنى كده ان هذه النقطه ليها محور راسي. معلش هتدي محور السينات تحت كده، هيبقى دي المحور الافقي بتاعها. عشان يبقى الربع الاول هيبقى تزايد، الربع الثاني هيبقى تناقص. الداله دي معامل س تربيع تزايديه اهي. بس هتبدا تزيد منين؟ برضه انت بتاخد التزايد من على محور السينات من هنا. يبقى الداله دي بتبدا تزيد من اول الصفر لعند ما لا نهايه. وهتبدا تتناقص برضه، هتبقى تناقصيه بس من سالب ما لا نهايه لعند الصفر. برضه كويس. هتختلف هتختلف في المدى. المدى بتاعها هيبدا منين؟ مش من الصفر بقى، انها اصبحت في زحله اسفل من السالب واحد الى الما لا نهايه. وبرضه طالما راس المنحنى وقع على محور الصادات كداله زوجيه، تبقى الداله دي داله زوجيه وليست احاديه لطلبه العلم. برضه جميل جميل. نشيل دي. فاضل عندي شكل كمان بالمره عشان بس ما نطولش الفيديو ونقسمها فيديوهات كده. لو عندي داله س بتساوي 4 ناقص س تربيع، هتجيب لي راس المنحنى. خد اللي تحت التربيع يساوي الصفر، صفر يبقى لك الازاحه 4. صفر و4 هنا، يبقى محور السينات انتقل هنا اهو. ولسه ما زلنا تزايد تناقص، والثالث تزايد والرابع تناقص، عمليه عكسيه. بس معامل س تربيع بالسالب زي ما اتعلمنا في اعدادي، يبقى المنحنى لاسفل كده وكده. يبقى الاضطراد هيختلف، هنا هيبقى تزايد وهنا هيبقى تناقص. يبقى هنا نقدر نقول كده الداله التزايديه بس جايه منين؟ من سالب ما لا نهايه فين؟ لما كانت بصفر كانت باربعه لعند الصفر، وهتبقى تناقصيه من صفر لعند ما لا نهايه. طب المدى يا مستر، المدى هي بدات منين؟ بدات من هنا صح؟ لعند السالب ما لا نهايه، بس نكتب الصغير الاول يبقى من سالب ما لا نهايه عند لاربعه. ده المدى. والنوع برضه لسه ما زالت زوجيه، لان الداله راس المنحنى وقع على محور ليه؟ وقع على محور السينات. نكمل الافكار الثانيه في فيديوهات ثانيه يا صف ثاني ثانوي. اشوفكم في فيديو